السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واسمحوا لي على هذا الغيبه، طولت صراحه بزاف، ولكن جبتها الوقت. رجعت لكم فيديو جديد، نتمنى ينال اعجابكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كلاص عائلي تيجي رائع، نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. وعلى بركه الله غنبدا لكم بالمقادير. عندي 200 مليلتر ديال كريم شونتيي، وعندي 4 معالق كبار ديال الحليب اللي بارد، وكريم شانتيي حتى هي تكون بارده. وغنضيف علبه ديال جبن ماسكربون، نتوما غتضيفوا الجبن اللي متوفر عندكم. ثم غنضيف ملعقه كبيره ديال حليب النسلي، وغنطرب كلشي تيولي الخليط منسجم وتيجي عاقد. اما غطربوه بالطراب الكهربائي اولا في آلة العجين بحال هكا. غنطرب حتى نشوف الخليط بدا تيعقد بحال هذا الشكل هذا. وغنضيف ليه 2 معالق كبار ديال صوص كراميل. خليت لكم الفيديو في القناه اللي بغات ترجع تشوف طريقه تحضير صوص كراميل. صراحه جا لذيذ بزاف، واحسن حاجه انه ديال البيت. غنضيف 2 معالق كبار، وغنزيد نطرب حتى ينسجم الخليط مع صوص كراميل. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك للفيديو واشتراك للقناه. لما لا، نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. صافي غنستمر تنحصلوا على هذا القوام هذا. وغنضيف المكسرات. غتضيفوا المكسرات اللي عندكم متواجده في البيت. انا ضفت شويه ديال اللوز محمر مهرمش، نتوما غتضيفوا المكسرات اللي متواجده عندكم في الدار. صافي غنسجموه وغنديروه في الاناء اللي غندخلوه للمجمد. من الاحسن تخليوه يبات ليله كامله في المجمد، او لا على الاقل غتخليوه 6 ساعات في المجمد. انا عملته في هذا الاناء، نتوما غديروه في الاناء اللي بغيتو. غنقدوه من الفوق باش يجينا مقد. صافي دخلته باش يبرد، خليته يبات ليله كامله في المجمد. صافي بعد ما وجد زينته بشويه ديال اللوز مهرمج، ودرت فوق منه صوص كراميل. نتوما غتزينوه باللي بغيتو، بالطريقه اللي بغيتو. هذا هو الشكل ديالو، نتمنى ينال اعجابكم. صراحه جا لذيذ بزاف، نتمنى تجربوه بهذه الطريقه اللي حطيت لكم، غينال اعجابكم. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتراك للقناه باش تزيد تكبر القناه ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.